انا عايز اسال سؤال واحد بس، يعني ايه انت شخص قاعد في البيت زهقان، بتيجي دلوقتي داخل على الاي اي اب بدون ذكر اسماء اللي معاك، وتقعد بقى تساله بقى انا اطلع انصح الناس في ايه النهارده؟ اطلع انصحهم بقى اللي بيجي له نغزه في قفاه بيبقى عنده القلب، طب اللي بيجي له بقى وجع في ودانه يبقى كده عنده ضمور في خلايا مش عارف ايه، وتفطر مش عارف ايه لو بتروح الجيم، وتتغدى مش عارف ايه ولو حاسس بكذا يبقى انت عندك كذا، بيجي لك بانيك اتاك خلي بالك لازم تعمل كذا. يا جماعه كل ده ضرب على القفا، الناس دي بتطلع تقعد تهري في فيديوهات. انا بتفرج على فيديوهات يوميا اللي هو انتوا بتقولوا يا جماعه، يعني انا واحد مثلا ما بفهم، انا ماليش حاجه في الطب ولا بفهم حاجه في الطب، هطلع انصحك ازاي ان انت تاخد مش عارف فيتامين ايه ودواء ايه؟ اللي تعبان يروح لدكتور، اللي عنده حاجه حاسس ان هي نفسيه يشوف دكتور نفساني، اللي عنده مشكله مش عارف في ايه يشوف سيرتيفايد كوتش يساعده فيها. واحد يبقى قاعد في البيت اساسا ولا بيتحرك من سريره ويطلع يقول لك بقى انت عشان تنجح لازم تبدأ في واحد اتنين تلاتة، عشان تنجح لازم تعمل كذا وكذا وكذا، عشان تبقى سيلز شاطر لازم تروح تعمل كذا. طب انت عملت ايه عشان تطلع تنصح الناس؟ يا جدعان مثلا واحد زي نجيب ساويرس بيطلع ينصح اي حد، النصايح بتاعته الراجل عدى بكارير شغل بتاعه كبير، مجدي يعقوب. اي حد يا جماعه بيطلع ينصح الناس لازم بنسمع لحد عنده اكسبيرينس فشل ونجح، بنسمع لاي حد دكتور، بنسمع لحد ناجح، بنسمع للايف كوتش، حد يبقى سيرتيفايد. لكن الهري اللي على السوشيال ميديا ما حدش يمشي وراه، لان في ناس غلبانه كتيره بتسمع الكلام ده وبتروح تحققه فعلا، يقول لك اه الشخص دوت شكله بيقول كلام صح. يا جماعه كل ده ضرب على القفا والله.